السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا اخر فيديوهات نزلناها مع بعض كانت تجهيزات رمضان 2021. طبعا انا كنت بصور وكنت ان شاء الله بإذن الله مجهزة حلقات كتير علشان ننزلها في رمضان ده مع بعض. بس للأسف جالي في وقت وانا بصور كان التليفون اللي كنت بصور بيه سخن مني وباظ، وبعد كده انا مش عارفه ليه وقفت وقلت خلاص انا يعني زي اللي نفسيتي تعبت، وقلت خلاص انا ما عدتش هنزل فيديوهات تاني. بس جه بعدها او بعد العيد على طول آه، جالي كده زي واحده صاحبتي، سبحان الله، يعني زي ما يكون دوت يعني سبب من عند ربنا. هي اتكلمت معايا وقالت لي ان هي رايحه تتابع مع دكتوره، دكتوره تغذيه. وقالت لو تيجي معايا وتعالي ونتفق ونروح مع بعض وكلام زي ده. طبعا انا رحت معاها. الدكتورة طلبت مني شوية تحاليل، انا لغاية دلوقتي ما مش عارفة اي حاجة وانا كويسة وباكل حلويات وباكل سكريات واموري كلها تمام، ما فيش مشكلة. طبعا الدكتورة لما طلبت التحاليل انا عملت التحاليل. طبعا اكتشفت ان انا عندي مقاومة انسولين، او بصراحة ما كنتش اعرف لسه يعني ايه مقاومة انسولين. انا كنت فاهمة اني انا مرحلة ما قبل السكري، يعني او ده الكلام اللي اتقال لي. كل الارقام بتاعتي قريبة جدا من السكر. بدأت طبعا ابحث وبدأت طبعا ادرس واذاكر واهتم وافهم ده يعني ايه، والارقام اللي انا وصلت لها ديت هل دي خلاص بقت مرحلة خطر، او يعني انا بقيت خلاص داخلة فعلا في مرض السكر. بصراحة انا اترعبت جدا وخفت جدا. برضو مش عارفة، يعني انا يمكن خفت عشان ولادي وغير ده وده. برضو انا لسه سني صغير. مع اني يعني عادي عارفة ناس كتير عندهم سكر وعارفة ناس كتير عايشين بالسكر. بس سبحان الله انا خفت وما حبيتش ان انا اتحط في نفس الموقف. طبعا زي ما قلت لكم بدأت ابحث وادرس واشوف الدنيا فيها ايه. طبعا عشان نبقى متفقين من الاول، انا مش دكتورة، انا بس هنقل تجربتي وهنقل الحاجات اللي انا اتعلمتها. فطبعا حبيت اشارك معاكم تجربتي، وازاي بأمر الله نتخلص من مقاومة الانسولين، ونعرف برضو في الاول يعني ايه مقاومة انسولين. نشوف الدنيا هتبقى فيها ايه. هعرفكم على انظمة ان شاء الله هنمشي عليها نتخلص بيها من مقاومة الانسولين. وطبعا الناس اللي هم في مرحلة السكر او مرحلة ما قبل السكري، ان شاء الله باذن الله هنعرف برضو مع بعض انظمة جميلة جدا. عرفت الحمد لله بدايل لكل حاجة. العيش اللي طبعا من اكبر الاضرار، او يعني اخطر حاجة على مريض السكر او على مريض مقاومة الانسولين. ان شاء الله هنعمل مع بعض بدايل ليه كتير جدا. وطبعا ما حدش يفكر في الشوفان، لان الشوفان من النشويات، وبرضو غلط على مرضى السكر وغلط على مرضى مقاومة الانسولين. ان شاء الله هقول لكم أنظمة جميلة جدا، هقول لكم مشروبات حلوة ومفيدة جدا، ونعرف ازاي نتخلص من مقاومة الأنسولين إن شاء الله. وكمان السكر بإذن الله نقدر اللي يتبع الأنظمة ديت ويتبع المشروبات اللي هنقول عليها يقدر كمان يتخلص من مرض السكر. مرض السكر يا جماعة مش مزمن أبدا، مرض السكر في ناس كتير بتخف منه، بس بشرط ان هو طبعا يلتزم بالنظام الغذائي، يلتزم بالمشروبات اللي هنقول عليها. ان شاء الله هناخد مع بعض سلسلة فيديوهات، او هنعمل مع بعض سلسلة فيديوهات كبيرة جدا نتكلم فيها الاول عن مرض السكر وعن مرض مقاومة الانسولين وازاي نتخلص من مقاومة الانسولين. هنعمل مع بعض يوميات تشوفوا يومي عامل ازاي، تشوفوا ايه الحاجات اللي انا باكلها او المفروض ناكلها مع بعض. بقى هنعمل مع بعض فيديوهات كتير، هنعمل مع بعض طرق صحية للأكل. ان شاء الله مش هنحرم نفسنا من حاجة، وهناكل حتى اللي هنمنعه ان شاء الله هندخله بطريقة تانية او هندخله بطريقة صحية. ما تخافوش، محدش هيتحرم من حاجة. وان شاء الله بإذن الله نعمل مع بعض كل الحاجات اللي احنا بنحبها بطريقة صحية وبطريقة جميلة. الأول هنعمل فيديوهات نتعرف فيها على مقاومة الأنسولين ومرض السكر. بعد كده إن شاء الله نعمل فيديوهات للوصفات اللي بنقول عليها. أنا حبيت إن أنا أنقل لكم تجربتي، حبيت
ان محدش يقع في نفس مشكلتي. انا لما اكتشفت مقاومة الانسولين ديت انا ما كنتش عارفة يعني ايه. طبعا ما كنتش فاهمة يعني. عندي على فكرة اعراض وعندي علامات من علامات مقاومة الانسولين هنعرفها مع بعض، بس انا ما كنتش عارفة دي ايه، وما كنتش فاهمة يعني ليه الحاجات دي بتظهر لي وليه الاعراض دي موجودة عندي. بس فاهمة ان هي حاجات كده يعني ربنا بعتها لي وخلاص، او حاجات طالعالي. لكن ما كنتش فاهمة ان الاعراض ديت سبب لمرض. طبعا لما انا زي ما قلت لكم بدأت اشوف القراءات بتاعتي او قراءات التحاليل اللي انا عملتها، طبعا عرفت ان دي حاجة اسمها مقاومة الانسولين. ان شاء الله برضو هقول لكم القراءات اللي المفروض تكونوا عارفينها. او يعني السكر نخاف منه لو التحاليل بتاعتنا وصلت كام، مقاومة الانسولين هنعرف لو بقت كام. ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتير جدا هنفهم فيها كل حاجة بشرح مبسط. انتظروني ان شاء الله نقدم مع بعض كل حاجة جميلة وكلنا نستفاد منها. يا ريت ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات، وبأمر الله كلنا نتخلص من مقاومة الأنسولين ونعيش حياة صحية وحياة جميلة. أتمنى لكم يا رب الشفاء وربنا يحفظكم ويشفيكم. أسيبكم في حفظ الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.